ايه اللي هيحصل في سوق الذهب الفترة اللي جاية؟ كتير مننا بيسأل نشتري ولا نبيع؟ هشرح لكم كل حاجة في الفيديو ده. من اول السنة لحد دلوقتي الذهب زاد حوالي 22% من سعره، يعني 450 دولار تقريبا في الأوقية. بنك جولدمان ساكس اللي هو واحد من اكبر البنوك الاستثمارية في العالم طلع بتوقعات قوية بتقول ان الذهب هيوصل ل 2700 دولار على اخر السنة. لكن السؤال اللي ممكن يخطر في بالك، ليه البنك يتوقع ان سعر الذهب يوصل للرقم ده لأول مرة في التاريخ؟ شوية عوامل بتحصل علشان يتوقعوا الرقم ده، زي الوضع الاقتصادي حاليا، في حاله من عدم الاستقرار بسبب الحرب بين روسيا واوكرانيا وحروب الشرق الاوسط، والناس بتحب تشتري اصول امنه وثابته علشان تحافظ على قيمه فلوسها زي الذهب. العامل الثاني ان التضخم بيزيد وعملات الدول بتخسر جزء من قيمتها. اخر حاجه بقى قرارات البنوك المركزيه زي رفع اسعار الفايده او خفضها، دي بتاثر على استثمارات الناس في الذهب. لما الفايده بتنخفض الناس بتتجه للاستثمار في الذهب اكتر، احسن بالنسبه لها من اصول تانية. طبعا سوق الذهب في مصر بيتاثر بكل العوامل اللي انا قلتها لاننا مربوطين بالسعر العالمي. نيجي بقى للسؤال الاهم، امتى اشتري الذهب؟ الذهب عمره ما بيخسر لانه استثمار طويل الاجل. لو عايز تشتري ما تستناش، لانه في الطبيعي علشان تكسب فيه لازم تستنى 3 سنين على الاقل. طيب وامتى بيع؟ تبيعه لو انت محتاج فلوس دلوقتي، سواء الاستثمار في فرص تانية او انت محتاج مصاريف تانية، وكل ما تتاخر في البيع مع نهايه السنه كل ما هتكسب اكتر. ولو مش محتاجه خليه عندك احسن. قولي بقى في الكومنتس، ناوي تشتري ولا تبيع ذهب بعد الفيديو ده؟